هل الذئبة ممكن تأثر على الكلى؟ الإجابة أيوة، وده من أهم المضاعفات اللي لازم ننتبه لها، لأن الذئبة أو السيستميك لوبس مرض مناعي، يعني جهاز المناعة بدل ما يحمي الجسم بيهاجم أنسجة. من أكتر الأعضاء اللي ممكن تتأثر هي الكلى. المشكلة إن التهاب الكلى الناتج عن الذئبة أحيانا بيكون صامت للأسف، يعني المريض ممكن ما يحسش بأي أعراض واضحة في البداية، وعشان كده المتابعة الدورية مهمة جدا. إيه العلامات اللي ممكن تظهر؟ هيظهر على شكل تورم في القدمين أو حوالين العين، وممكن ارتفاع في ضغط الدم، وممكن رغوة في البول بسبب فقدان البروتين مع تغير لون البول أو وجود دم. ده بيحصل لأن الالتهاب بيأثر على الوحدات الدقيقة المسؤولة عن تنقية الدم داخل الكلى. عشان كده أي مريض ذئبة لازم يعمل بشكل دوري تحليل بول، وظائف كلى، قياس نسبة البروتين في البول. أحيانا ممكن نحتاج ناخد عينة من الكلى لتحديد درجة الالتهاب واختيار العلاج المناسب. ما تقلقش، لأن الاكتشاف بدري والعلاج المنتظم يقدروا يحافظوا على وظائف الكلى ويقللوا المضاعفات بشكل كبير. العلاج ممكن يشمل أدوية مثبطة للمناعة أو كورتيزون بجرعات محسوبة، وأدوية بيولوجية في بعض الحالات، مع متابعة دقيقة من دكتور الروماتيزم والكلى مع بعض. أهم نقطة إن لو عندك ذئبة حتى لو ما فيش أعراض ما تهملش المتابعة، لأن الكلى ممكن تتأثر بدون إنذار واضح. لو عندك أي سؤال عن الذئبة أو أمراض المناعة اكتبوا لنا في الكومنتات.